ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة بقى اول حاجة كده قبل ما انام بدأت بقى اجهز الاكل بتاع بكرة. ده فطار خامس يوم رمضان. اول حاجة بدأت اجهزها كده الخشاف. جبت هنا بقى نص كيلو البلح، خليت الولاد كده عملوهولي فصصوهولي ومسكته بقى غسلته ونقعته شوية عشان لو عليه تراب او حاجة. وقطعت هنا المشمشية والقراصية والتين وشوية زبيب، وهقطع هنا قمر الدين برضو. هعمل ميكس وخشاف كده رهيب بجد، الطعم رهيب. لسه واكلاه حالا، ما شاء الله جميل قوي. والكميات مظبوطة ومتناسقة مع بعضها. هنا بقى جبت الدرق بتاعي او الشفشق، حطيت زي ما انتوا شايفين كان ده نص كيلو بلح بعد ما غسلته ونقعته كويس جدا. قعدته بس حوالي 5 دقايق بس عشان لو في رمل تراب او اي حاجه. وبدات احط عليه القراصيه والمشمشيه والتين والزبيب، وبدات اضيف عليه ميه، وهضيف معلقه سكر ومعلقه جوز هند. انا بقى معرفتش اقلبه كويس، فرحت دلقاه في بتاع بلاستيكيه كبيره وقلبته حلو. رحت مرجعاه تاني في الدورق. وهنا بقى لقيت طغاطة عندي كده، رحت حطاه على الشفشه لقيته جاي مظبوط يعني بالظبط. وهدخله بقى التلاجة دي قبل الفطار بيوم. يعني الكلام ده امبارح. طلعت بقى كيس ستريبس كده من اللي انا خالياه، فك معايا كده. عصرت عليه نص ليمونه وسبته بقى بنص ليمونه كده. وجيت هنا بقى بدات اجهز التتبيله. جبت هنا ميه، لو هتعمليه في نفس اليوم خليها ميه ساقعه. ابدا بقى احط التوابل. حطيت معلقه ملح، معلقه مرقه فوريه، حطيت رشه حبهان بودر، حطيت هنا بابريكا، حطيت فلفل اسمر، شطه اختياري، كركم. مفيش كركم عندي فحطيت بهار فراخ، وهحط كده بصل بودر وتوم بودر. كل ده كده مع حوالي معالق صغيره. المرقه هنا مفيش غنى عنها، يعني متستغنيش عنها. مفيش مرقه فوريه حطي مكعب مرقه المتاح عندك. انا ما كانش عندي كركم فحطيت بهار فراخ. هنا بقى قبل ما احط الاستريبس هتدوقي الملح بتاعك وتظبطي بقى الملح. لقيتي عايز ملح تزودي ملح، والشطه اختياري. جبت هنا قطع الاستريبس اللي انا كنت معاه في الليمون، شطفتها حلو جدا. وبعد كده نزلت بقى في التتبيله، وبعد كده هغطيها بستريتش وادخلها التلاجة قبلها بيوم. زي ما اتفقنا لو في نفس اليوم هتعملي ميه ساقعه وفيها مكعبات تلج. جبت هنا بقى الدقيق حوالي نص كيلو دقيق، ده الكفر بتاعنا. حطيت عليه معلقتين نشا، وهحط عليه معلقه مرقه او مكعب مرقه المتاح عندك، وهحط عليه رشه بابريكا ورشه كركم. ده بصراحه مش كركم، ده بهار فراخ حطيت منه رشه عشان ما كانش عندي. وهحط كده رشه بيكنج باودر، وهبدا بقى اقلب الكفر، اقلب قصدي المكونات مع بعضها كده يكون الكفر جاهز. طلعت بقى هنا الاستريبس بتاعي من التلاجة. هبدا اخد بقى قطع الاستريبس زي ما انتوا شايفين كده، واعملها بقى في الدقيق. في المرحله دي بقى قلبي 20 بقى 15 مره 10 مرات عشان نعمل الكفر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هخلص بقى كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده هجيب التتبيله اللي برضو اللي انا متبله فيها، هنزل بقطع الاستريبس بتاعتي في التتبيله واحطها في الكفر اللي هو الدقيق اللي احنا مبهرينه مع بعض ده. وكده يكون الخطوة دي كده خلصت. نمسك بقى الخطوة بتاعتنا نقلب بقى كتير عشان نطلع بالجرنشة اللي انتوا شايفينها دي. اقعدي بقى قلبي كتير لحد ما تطلعي بقى ايه الجرنشة اللي انت شايفاها دي. هنا بقى خلصت كل الكمية، دخلتها في الفريزر على ما ابدأ اجهز بقية الاكل. هنا كنت قطعت بطاطس وحطيت عليها ملح وخل عشان اقليها. وعملت بقى سلطة كده، طماطمتين على خيارة على رشة كزبرة خضرا كده والتوابل بتاعتي، وكده يبقى طبق السلطة جاهز. اعذروني بقى لو متلخبطة في الكلام شوية، بختبط شوية. واحد بيفطر كده وبيهنج. سخن بقى ونزلت عشان احمر البطاطس بتاعتي. كنت طلعت كيس كده طماطم من اللي انا مسبكاه، حطيت عليه ملح وفلفل وزيت وسبته يسخن، وولعت على مية المكرونة. هنا بقى خلاص البطاطس بتاعتي احمرت، بدأت اطلعها كده واحط الرصة التانية. هنا كنت بحمر البطاطس وعين عليها سلق المكرونة، وعين عليها التسبيكة بتسخن. هنا خلاص اهي المية غلت، فهنزل بالمكرونة كده تتسلق. وهبدأ بقى خلاص البطاطس خلصت. الاستريبس هنا بوريكم كان خلاص اتجمد، ممكن تقلي على طول بس كان لسه بدري فعشان كده حطيته في الفريزر. هبدأ بقى انزل كده بقطع الاستريبس. لازم الزيت هنا يكون في المرحلة دي سخن جدا. وهاجي كده اول ما يبدأ ياخد لون اقوم موطيه النار بقى الوسط عشان يستوي. هنا بقى اللون في حتة تانية خالص. لو لسه بقى محطتيش اللايك مستنية انزلي بقى حطي لنا لايك كده وشير لحبايبك وفعلي
الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. وقولولي بقى ايه رأيكم في جمال الاستريبس بقى. جبت بقى هنا مصفى وتحتها طبق كده عشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته. وهبدأ بقى اطلع اول رصة زي ما انتوا شايفين كده، واحط الرصة التانية. لو لسه بقى ما صلناش على الرسول، يلا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بقى هوريكم كده واسمعكم صوت خرفشة الاستريبس. سمعتوا بقى الخرفشه بتاعه الاستريبس ومستوي جدا من جوه. هنا بقى كنت تبلت خلاص، حمرت البطاطس ووريكم التتبيله اللي انا استخدمتها، تتبيله ماجي. اول مره استخدمها بصراحه، عجبتني قوي كمان عن كنور. هنا بقى ما شاء الله كنت خلصت الفطار كله. وهنا بقى المكرونه، بجد الكاميرا ظالمه لون المكرونه كانت حمرا جدا لان الصلصه بتاعتها حمرا. حطيت كده كاتشب ومايونيز للولاد بيحبوه مع الاستريبس. قولي بقى ايه رايكم في الاكل يا حبايبي، ويلا انزلي بقى اعملي لايك وقولي لي ايه رايك. هنا بقى حطيت الخشاف، وهبدا بقى هنا في خروب ماما بعتهولي، هبدا بقى اصبه للولاد كده، كانوا عايزين خروب بيات. وبكده يكون الفطار بتاعنا فطار خامس يوم خلص معانا. عقبال باقي الشهر يا رب على خير. نسيت افتح لكم واحده ستريبس واوريكم قد ايه هي مستويه من جوه واللون بتاعها فاتح. ان شاء الله نعمله مره تانية ونشوفه مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد على خير يا حبايب قلبي، واستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سوما.